فوز المغرب على اليابان لأقل من 17 سنة بكأس العالم وغياب منتخبنا الوطني الجزائري في هذه البطولة العالمية شيء مؤسف جدا. منتخب المغرب كما قلت فازت على اليابان في دور المجموعات، بينما أنهى المنتخب المغربي دور المجموعات في الصدارة في المركز أولا. وما عندناش لاعبين في منتخب أقل من 17 سنة، وما عندناش لاعبين في الجزائر، وما عندناش تكوين. صحيح ما عندناش تكوين، لكن هل وفرنا كل الإمكانيات لهذا المنتخب؟ أنا هذه نسميها حقرة كاركتيريز، حقرة حقيقية لشباننا لمنتخب أقل من 17 سنة، منتخب المغربي أقل من 17 سنة لكأس العالم. البداية بهذه الصور الجميلة لهذا المنتخب الذي شرف، جعلتنا نفتخر بهذا المنتخب. هذا المنتخب كل الإمكانيات متوفرة لهذا المنتخب. في كأس العالم هذه يوصل المنتخب المغربي انه يستحوذ هو على اللعب. شفنا المنتخب المغربي نسبة الامتلاك 27%، خرج بنتيجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين قناة ديما بريس. نتمنى تكونوا بأفضل حال وبصحة جيدة وانتم كتتابعوا معنا في هذا الفيديو. المهم الخوت ما نطولش عليكم، ولا كنتوا أول مرة كتشوفونا ما تنسوش تدعمونا بزر الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش ديما توصلوا بكل جديد، وكذلك ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم اسفل التعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. المهم الخوت ما نطولش عليكم ونخليكم مع الفيديو، فيديو يستحق المشاهده. مباراة اليوم، المباراة اللي امتلكت فيها الكرة، خرج معناها شفنا مواجهات داخل المواجهة واللي انتصر فيها المنتخب المغربي بنتيجة المقابلة، خاصة في الشوط الثاني كان ممتاز مع المباراة، خاصة معناها مع التغييرات اللي قام بها وفرض أسلوب اللعب والضغط عليه. لكن في مقابل لقى المنتخب واقف منظم دفاعيا، منظومة دفاعية متكاملة. شفنا كيف اليوم اللي عمل الفارق هو الفرق بين الحارسين. نشوفوا انه عدد التمريرات بالنسبة للمنتخب المغربي 591 تمريره. لازم نلحقوا من تما هما يخدموا. اليوم الريزولطا راهو التم، بيان سور يقعد التما ديتيان ومن بعد 12 سنه، باسكو التما ديتيان يديسيدي، التما يديسيدي من الأ حتى لتحت، ماشي العلاله والسلاله، ماشي تروما بارك الدور سليمان، نوما البريزيدون صح، لا عنده الثقه التامه فيه، فهمتي؟ وهو جمع لي زونترينور وليكيب لي كونسيلي هما لو شامبيونا دي جون تاعهم. هل انت تشوف اونترينور ولا دي تياس يروح يشري لاربيت اون جون باش ليكيب تاعو تربح ويبدا البندير في لي ريزو سوسيو وان يربح؟ خاطرش ماشي قال البندير ولا البندير اللي يحكم في كرة القدم. راني ربح دي شامبيون تاع الشامبيونا تاع ميكي، واش من المنتخب المغربي اللي شرف الكرة المغربيه في الشبان ديالو في هذا اللاج ديال 16 عام 15 عام، يعني صعيب باش غادي دير لهم هذيك يعني التوليفه وهذاك التكتيك دوجو وهذاك. والهدف الاول اللي غادي نهضر عليه، الهدف كان عالمي، والطريقه باش كانوا يلعبوا يعني نبيل باها في ظرف سيمانه ولا في ظرف، يعني هو كان يدير تربصات بصح كان يدير تربصات بجميع اللعابه. اليوم هذا الفريق جمعوه ودار به تقريبا واحد 10 ايام يعني، ومشى معاه وما شاء الله عليهم. غادي نهضروا عليهم كاملين. اول حاجه اللي عجبتني في ليكيب ناسيونال ديال المغرب من الاول دخل في الصح من الاول. الدقيقه الثالثه جا الهدف الاول، وجا الهدف الاول بواحد الطريقه يعني ديال اللعابه الكبار، يعني سونتراج ديال الوزان وهذاك بالمختار هذاك الهدف اللي جابوه راه ماشي ساهل باش تردها من تما بالتالي تردها، يعني هدف كبير وخلى راسو في بوزيسيون زين. وهذاك اللاعب انا يعجبني في الانطلاقات ديالو في الوقفه ديالو لورويساني في الايام ديالو، يعني نهضروا على لوجيك، حكروا له وتبعوه الوقفه ديالو ما شاء الله الله يحفظه من العين. كاين عاود العشره، كاين لعابه بزاف اللي البارح تالقوا، كاين المدافعين، كاين بزاف اللي تالقوا. وكنا نسناو في ميسي ديال المغرب ما شاء الله، الرجال اللي كان دار تصريحات يعني تصريحات في الجرحى، يعني حاجه كبيره خارقه للعاده. هو عنده في رجليه ما شاء الله. البارح الدخله ديالو دخل كوماسا يجرجر في عباد الله، مي مازال خاصو الوقت وخاصك تعطيه لو طون جو. كان البارح دخل تقريبا في دقيقه 60 ولا 65 يلعب هذاك الوقت كامل، غادي يعطيك وتخلي معاه اللعابه اللي كانوا متالقين. يعني ان فوا خرج نبيل باها، خرج زياد باها، وخرج هذا بالمختار، وخرج لعابه اخرين،
بحال الكتله خوات، بصح ملي يكونوا مع هذو المتالقين وهو معاهم غادي يعطي واحد البليس كبير. البارح كون كان معاهم دخل معاهم بالديبار كنت غادي تشوف واحد الانسان اخر، شوفوا لعاب اخر، لانه السيد في رجليه، السيد راه يديك السلام عليكم يجرك، والسيد عنده يعني الوقفه باينه، الشده باينه، حتى الشوفه ديالو حتى الوجه ديالو باين بلا غادي يعطيك واحد لاعب كبير ومستقبل زاهر للمنتخب المغربي. وكاين الشوفه حتى ديال وليد الركراكي، وليد الركراكي راه دايرو ممكن دايرهم هما، كاين واحد ثلاثه، كاين هو وكاين هذاك المصباح ديال المنتخب الاوفان، وكاين هذا وكاين واحد اخر ممكن استدعاو في التربص الجاي، لانه باش تكون فيرميهم باش تشدهم، لانهم هادو عندهم جوده كبيره عاليه. سيرتو هذا الربجه وهذاك المدافع ديال اللي جابوهم بلجيكا، مدافع راه قامه ديالو ما شاء الله، هذاك قادر تمشي معاه بعيد، وهذا خاصو اللي يدير يجيبو. ولكن انا عجبني المنتخب تحركوا صافي، السلام عليكم، سالاو معاهم، كانوا مسالين معاهم في الشوط الاول. في الاول ضغطوا عليهم في الشوط الاول. راكم عارفين اللياقه البدنيه ديال هادو الدراري الصغار يعني صعيب باش غتحكم فيها في الشوط الثاني. سي نورمال لو كان علاش خص نبيل بها يتفطن لهذا الشيء هذا في الشوط الثاني، يبقى ديما يدير التغييرات باش يخلي اللعابه في الثروه البدنيه ديالهم، باش ما يطيحوش في المشاكل العضليه، لانه صعيب باش غتشد معاهم. المهم مبروك عليهم، الف مبروك. هادي صار بالطريقه بالاخر يعني ما شاء الله. كي بصح كي تشوف هاد اللعابه ديال الاوفا، هاد اللعابه ديال الاوديسات في هذا المستوى العالي، مستقبل زاهر للمنتخب المغربي. هادو هما اللي غادي يكونوا في 2030. من 2030 شحال عندها 4 سنين، ما باقي شحال باقي 4 سنين 5 سنين شرف الكره المغربيه في الشبان ديالو في هذا اللاج ديال 16 عام 15 عام. يعني صعيب باش غادي دير لهم هذيك يعني التوليفه وهذاك التكتيك دوجو وهذاك. والهدف الاول اللي غادي نهضر عليه، الهدف كان عالمي، والطريقه باش كانوا يلعبوا يعني نبيل باها في ظرف سيمانه ولا في ظرف، يعني هو كان يدير تربصات، بصح كان يدير تربصات بجميع اللعابه. اليوم هذا الفريق جمعوا ودار به تقريبا واحد 10 ايام يعني، ومشى معاه وما شاء الله عليهم. غادي نهضروا عليهم كاملين. اول حاجه اللي عجبتني في ليكيب ناسيونال ديال المغرب، من الاول دخل في الصح، من الاول الدقيقه الثالثه جا الهدف الاول، وجا الهدف الاول بواحد الطريقه يعني ديال اللعابه الكبار، يعني سونتراج ديال الوزان، وهذاك بالمختار هذاك الهدف اللي جابوه راه ماشي ساهل باش تردها من تما بالتالي تردها، يعني هدف كبير وخلى راسو في بوزيسيون زين. وهذاك اللاعب انا يعجبني في الانطلاقات ديالو، في الوقفه ديالو، لورويساني في الايام ديالو، يعني نهضروا على لوجيك، حكروا له وتبعوه الوقفه ديالو ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظه من العين. كاين عاود العشره، كاين لعابه بزاف اللي البارح تالقوا، كاين المدافعين، كاين بزاف اللي تالقوا، وكنا نسناو في ميسي ديال المغرب ما شاء الله. مرحبا بكم اصدقائي مره اخرى. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا كنتوا اول مره كتشوفونا ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش ديما توصلوا بكل جديد. وكذلك ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم، شنو بان لكم في هذا الفيديو وشنو بان لكم في انجازات المملكه المغربيه في مجال كره القدم وفي جميع المجالات الاخرى. المهم اخوان ما نطولش عليكم، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.